ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه رايكم بقى لو نعمل خيار مخلل وناكله بعد ساعتين من تخليله؟ بجد ساعتين اتنين بس وتفتحي عليه وتاكليه، مش اسبوع ولا اتنين. لو عايزه تعرفي وتشوفي ازاي بتخلليه وتاكليه بعد ساعتين، شوفي معايا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها، ويا ريت بقى لايك جميل كده للفيديو. شايفين شكل الخيار عامل ازاي ولونه وبيقطم كده وجميل، بيقرش مش طري ولا مهري. يلا نشوف الطريقه، يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب معانا كيلو خيار وهنغسله كويس ونقطعه بقى، نقطع البوز من اليمادي واليمادي ونرميه، وتقطعيه بقى، عايزه تقطعيه شرايح طويله، تقطعيه مدور، زي ما انت عايزه، يعني زي ما انت حابه انك انت تاكليه. ممكن كمان لو هو صغير قوي تسيبيه زي ما هو. اهم حاجه ان الخيار يكون بلدي مش صوب، لان الصوب ده بيتهري. اهم حاجه زي ما قلت لك يكون خيار بلدي وايه وحجمه صغير، ما يبقاش الكبير قوي ده. زمان كنا واخدين فكره تخلي الخيار الكبير، لا، انت تجيبيه بلدي وحجمه صغير وتقطعيه بقى زي ما انت شايفه كده. وتجيبي بطرمان، انا جايبه ده بطرمان، اي بطرمان عندك، يعني عندي بطرمانات مربى وعسل وكده، بغسلها وبعينها وبعمل فيها المخللات دي. هتجيبي البطرمان وهترصي فيه الخيار بعد ما قطعتيه. وانا كان في قرن شطه كمان بس ما بانش في التصوير، هقطعه برده صغير عشان احطه معاه. اهو رصينا الخيار. هنحط عليه ايه بقى؟ معانا دلوقتي معلقه ونص سكر. طبعا هتسالي تقولي ليه السكر ده؟ علشان الخيار ما يتهريش ويبقى بيقرش معاكي كده وجميل وانتي بتاكليه. وهنحط شويه ملح، حوالي مثلا 3 معالق ملح. وهنجيب ليمونه ونعصرها. وبعد كده نحط شويه خل، يعني نحط ليمون ونحط خل برضو، حوالي معلقتين خل او 3 معالق صغيرين، نحطه كده على الوش. وبعد كده بقى الميه اللي هنحطها على الخيار هتبقى ميه مغليه، ميه بتغلي مش ميه عاديه. لو انت هتسيبيه حبه كتار هتحطي الميه عاديه، لكن لو انت عايزه تفتحي عليه في نفس اليوم هتحطي ميه بتغلي. معلش نسيت اقول لكم، دول فصين توم، بتحطي فصين توم على في الوش، على الوش في الاخر يعني. وادي قرن الشطه الاخضر اللي انا قطعته احطه عليه عشان يدي ايه، يدي طعم اللي هو يبقى حامي شويه كده. وطبعا هيتخلل معاه ويتاكل معاه. وادي الميه اللي بتغلي هنحطه عليه. يبقى زي ما قلنا هنجيب الخيار وهنحط عليه معلقه ونص سكر، 3 معالق ملح، نص ليمونه او ليمونه، وحوالي معلقتين او 3 خل. وتحطي عليه فصين توم مهروسين او سلام عادي. وبعد كده تحطي شطه خضراء تقطعيها صغير وتحطيها، والميه تكون بتغلي. انا بغطيه حتى طلع الغطا مش هو فغيرت الغطا. بس كده هنقلب بقى الخيار، هنقعد نقلبه كده الاول عشان خاطر الملح والسكر يدوب فيه، وبعدين نقلبه ونسيبه. بعد ساعتين بالظبط هتشوفي المنظر اللي قدامك ده. طبعا انت ممكن تسيبيه اكتر من ساعتين، يعني ممكن تسيبيه يوم. ده شكله اهو، ده البطرمان التاني انا خليته بعد منه، فلذلك هو لسه ما استواش قوي زي ده. ده اللي انا عملته معاكم في التصوير اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ زي ما قلت لك، لو انت بتعملي اكله وعايزه تاكلي معاها خيار مخلل ممكن تعمليه وانتي بتبداي، قبل ما تبداي الاكل هتعمليه، على بال ما تخلصي الاكل يكون استوى. شايفين الجمال ده؟ يلا بقى جربيه بنفس الطريقه دي وان شاء الله يعجبك باذن الله. وزي ما قلت لك بقى، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها ولايك حلو كده للفيديو، وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في وصفات جديده.